الحمد لله الملك القدوس السلام. أحمده سبحانه أن هدانا للإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل خير كتاب وجعل فيه خير كلام. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عليه خير صلاة وأزكى سلام، وعلى آله وصحبه ومن ارتقى بالعلي في الأنام. أما بعد أيها الكرام، فاتقوا الله سبحانه وتعالى واعلموا أنها خير الزاد. وقد بين لنا ربنا سبحانه وتعالى ذلك فقال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أيها المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى لما ختم الديانات ختمها بأعظمها وبأحصنها وأكرمها، فختمها بدين السلام، دين جعله الله ظاهرا على غيره ولم يقبل غيره، فقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. دين أعز الله من انتسب إليه فقال: إن الدين عند الله الإسلام. أيها المسلمون، لا خلة أكرم من هذا الدين، ولا صفة أقوم من هذا الدين. واعلموا أهل الإسلام أن أعظم ما جاء فيه هذا الدين وجاء به هذا الدين هو السلام للعالمين، هو السلام للعالمين. كيف لا؟ والرب قد وصف نفسه بأنه هو السلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله السلم والسلامة في دبر كل صلاة. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقعد دبر كل صلاة، أي لا يقعد على القعدة التي يكون عليها في حالة التشهد، لا يقعد دبر كل صلاة إلا قدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم ينصرف إلى الناس في وجهه ويستقبل الناس بوجهه. أيها الكرام، هكذا كان نبينا يدعو ربه بالسلام ويسأل الله السلامة. أيها الكرام، والله قد أمر نبيه بالأخذ بالسلم إن جنح لها أعداؤه، فقال عز من قائل: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. إذا رغب أعداؤك أعداء الإسلام بالسلام فاجنح له وكن أول من يأتيه وتوكل على الله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما صلحا حصل في وقت الجاهلية قبل الإسلام، وهو صلح المطيبين أو المطيبين. وقد اجتمعت قريشا بكل فرقها وقبائلها فجعلوا أيديهم في الطيب بجانب الحجر أو في الحجر، يتعاهدون على السلام بينهم. فقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت بينهم ما وسعني إلا أن أكون منهم. هكذا عباد الله، الإسلام يدعو إلى السلام، الإسلام دين سلام في كل أحواله. ولما حصل صلح الحديبية
وقد أقدم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبصر الناس من الصحابة الكرام المصلحة العظيمة في هذا الصلح، فبعضهم تأسفت نفسه وحصل في نفسه ما يحصل في أنفس البشر، فقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: نعم. والقائل عمر: أليسوا أهل ذلة ونحن أهل عزة؟ قال: نعم. والنبي يهدئ من روعه. فمضى الوقت ومضت السنون، وتبين بعد أن أعظم خير حصل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هو في صلح الحديبية، لأن الإسلام ينتشر في حال السلام ويظهر، إذ أن الناس في حال السلام عباد الله يحكمون عقولهم، أما في حال الخوف والفزع فإنهم لا تستدعيهم ولا تحركهم إلا العواطف أيها الكرام. واسمعوا عباد الله إلى رجل شهد ديانتين وأسلم بنبيين، عبد الله بن سلام، رجل من أحبار اليهود، كان رجلا مفضالا في اليهود. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قال: اجتمع الناس حول النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في من اجتمع اليهود ينظرون من هذا الذي أتى يدعوهم إلى دين لم يعهدوه ولم يألفوه في أرضهم، ولو أن الله قد خبرهم من خبره في كتبهم. قال: فرأيت في وجهه فعلمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وكان أول ما قال: يا أيها الناس صلوا الأرحام وأطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. الله أكبر، الله أكبر. يدعو إلى السلام في أول لحظات الدعوة إلى الإسلام. أفشوا السلام وأظهروه بين الناس إن أردتم أن يغفر الله لكم ويرضى عنكم. وقد جاء ذلك صريح أيضا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم السلام مصدر حسنات كبير، فدخل رجل في يوم من الأيام فقال: السلام عليكم، فقال 10، ودخل آخر وقال: السلام عليكم ورحمة الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم 20، ودخل الثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال صلى الله عليه وسلم 30 حسنة تكتب لك يا عبد الله يوم أن تحرك لسانك بألفاظ يسيرة تشيع المحبة بينك وبين المسلمين. إذا كان الأمر كذلك فحري عباد الله بالمسلم أن يكون طلق اللسان بالسلام. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم السلام وإفشاء تحية السلام سبب للسلامة، فقال، والحديث عند أحمد بسند صحيح: أفشوا السلام تسلموا، أفشوا السلام تسلموا. وقال صلى الله عليه وسلم عندما استنصحه بعض أصحابه يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم النصح، فقال: أفشي السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف، أو على من لا تعرف. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم
من علامات الساعة أن الناس يسلم بعضهم على بعض، يختص بالسلام على من يعرفه، أما الذي لا يعرفه فلا يسلم عليه. الله أكبر، ما أعظمها من خصلة أن تسلم على من تعرف وأن تترك من لا تعرف. ألا ترجو ثواب الله سبحانه؟ وإن من المؤسف أن في هذا الزمن يسلم بعضنا على بعض ولا يفقه ما معنى كلمة السلام. السلام عباد الله معناها الأمن من جهتي، أن تأمن بوائقي، أن تأمن كل شر يأتي من جهتي. تستغرب يا عبد الله أن ترى بعض الناس يسلم بعضهم على بعض، وإن خلا منه هتك ستره، وإن خلا منه اغتابه وسبه. ألا يعرف هذا أنه قد أعطاه أمنا منه؟ أو يصلح أن ينكث أمانه؟ أو يصلح أن ينكث العهد الذي عاهده بقوله السلام عليكم ورحمة الله؟ أيها الكرام، السلام من أعظم صفات الدين ومن أعظم شعائر الإسلام، فإطلاقه أجر وإفشاؤه دليل خير، واقتصاره على المعرفة دليل شر. وإن الناس ما هلكوا إلا بعدم امتثالهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يسلم على كل أحواله، وكان يرد السلام حتى وهو في صلاته بإشارة من غير لفظ. أقول ما قلت فإن أصبت فمن الله وحده، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور. الرحيم. الحمد لله حمدا يكافي نعمه ويوافي إحسانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، معاشر المسلمين، قص الله لنا في القرآن العظيم قصة امرأة كان لها ملك عظيم، وكان لها عقل راجح، ملكة مملكة سبأ، امرأة خلد الله ذكرها في القرآن، وصفها الله على لسان الهدهد بقوله: وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. امتحنها الله فألقى إليها سليمان كتابا ومكتوبا إليها خاصة يدعوها إلى الإسلام. قال الله عنها: قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين.
استشارت حاشيتها، وكانت يومئذ صاحبة قوة، فقالت: يا أيها الملأ أفتوني، تطلب منهم الفتيا في الذي حصل والإشارة في الذي طرأ، فمملكة عظيمة يهددها رجل صاحب ملك آخر وهو عظيم أيضا، تطلب منهم المشورة. فقالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين. لسان حالهم: إن شئت قاتلناه، ونحن أهل قوة وأهل بأس شديد. لكن لما كانت امرأة حكيمة مقدمة للسلم على الحرب، قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. إذا دخلوا في حالة الحرب والمعارك أذلوا أهل العزة ورفعوا أهل الذلة، بسبب أن أهل الذلة أهل ملق وأهل تزلف، أما أهل العزة فتمنعهم عزتهم أن يغيروا وجوههم ويغيروا مبادئهم. قالت بعد: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. قال قتادة رضي الله عنه ورحمه، قال عنها: رحمها الله، ما أعقلها في حال الشرك وفي حال الإسلام، تعلم أن الهدية تلين القلوب، فجعلت الهدية بريدا لها إلى سليمان، فجعلت الهدية بريدا لها إلى سليمان، ودعاية أنها لا تدعو إلا إلى السلم ولا تدعو إلى الحرب، ولو دعت إلى الحرب لانتهى ملكها، فسليمان مؤيد من عند الله، وهي وإن كانت صاحبة قوة إلا أن قوة الله أعلى وأعظم. لما كان بريدها رسالة هداها الله سبحانه، فكانت امرأة خلد التاريخ ذكرها، وكانت مع سليمان. قالت: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أيها المسلمون، إن الإسلام دين سلام ودين ألفة بين أفراده وبين مجتمعاته وبين الأم والطائفة الكبيرة وأعداء الإسلام أيضا، هو دين رحمة. قال الله عن نبيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما إن بغى أعداء الإسلام على أهل الإسلام فحينئذ يؤيد الله أهل الإسلام، إذا لم يبغوا على أعدائهم وإذا لم يعتدوا وكانوا أهل سلم وأمان. ولقد جاء حذيفة بن اليمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه في حال وفي عهد حصل بينه وبين المشركين، فقال: وفوا الذي لكم أو وفوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. إذا كان عليكم عهد فوفوه وكونوا أهل سلام، وارجوا الله الثواب فيما حصل من خذلان، واسألوا الله الذي لكم. عباد الله، صلوا وسلموا على نبي السلام خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أمرنا الله بأزكى صلاة وخير سلام عليه. فقال عز من قائل في القرآن العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وزد وأكرم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم احم دولة الإمارات وجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنب دولة الإمارات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأدم عليها أمنها والأمان هي وسائر البلدان يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا الشيخ خليفة بن زايد وأخيه الشيخ محمد بن راشد إلى كل بر وإحسان، وأيد إخوانه حكام الإمارات إلى مرضاتك وطاعتك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد
ووالديه وكل من ساهم فيه وكل من صلى فيه وكل من قام فيه وكل من بنى لك بيتا يبتغي فيه وجهك ويعلى فيه ذكرك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا لصلاتكم.